ابتدينا تنظيفات العيد قبل رمضان عشان لما يجي رمضان ما نبقاش بقى تعبانين وصيام وتنظيف والكلام ده. فابتدينا النهاردة اول حاجة كده بفاضل شهر هو او اقل كمان. فهنبتدي مع بعض واحدة واحدة، برضو مش هنعمل زحمة لنفسنا وكده، يعني يبقى تجهيزات وتفريزات والكلام ده وتنظيف. لا، هاخدكم معايا واحدة واحدة. بس لو اول مرة تشوفيني وحابة انك تتابعيني، ياريت تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك لان ده بيرفع الفيديو لاكتر عدد ممكن في الجمهور. و... وتعالوا بقى اول حاجة كده عملناها قبل ما نبتدي، ان احنا نعمل حاجة، ناخد حاجة في البيت كده. نعمل الاكل، كنت عاملة حاجة بسيطة جدا، عاملة كبسة سعودي. طبعا دي ما بتاخدش وقت خالص، هي حلة واحدة. فطبعا برضو من الحاجات اللي لازم تعمليها لما بيكون عليكي توضيبات او عاملة حساب انك هتعملي توضيب او كده، او تنظيف زيادة عن اي يوم عادي. لازم تعملي حسابك ان انتي الاكل يا اما يكون جاهز يا اما يكون اكل سهل. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا قلت النهارده هبتدي بالادراج، فعملت الادراج النهارده. فكنت بشفط كده، فلقيت طبعا هنا عشان المية وعشان اول درج والمية والكلام ده، مهما بننشف برضو بيبقى فيه يعني غصب عننا. فكنت فرشة ده، فالحمد لله ان كان حامي الدرج يعني او خشب الدرج. بس للاسف طلع من الخشب نفسه. فروحت غيرته، وانا كان عندي اصلا ستيب، فروحت غيرته بواحد تاني ولزقته، وقلت طبعا ايه عشان هو اللي حميلي الدرج. يعني انا اساسا الخشب يعتبر ان هو دايب شوية، بس عشان الحمد لله يعني فرشة الفرش ده فحميه شوية الحمد لله. هنا طبعا كان خلاص عملت الكبسة وحطيت التوابل بتاعتها والبصل وكده. وحمرتهم شوية وحطيت لها شوية مية كده، بس بحيث ان هي تستوي، وبعدين طلعتها. وبنفس التتبيلة او البصلة بتاعة الفراخ، قمت حاطة ايه الرز، وحاطة كمان مزودة عليه شوية كركم، لان احنا اولادي بيحبوا الكركم. وحاطة كمان زيادة كده، يعني انا حطيت في الاول وحطيت تاني حبهان، لاني بصراحة بحب قوي احطه في الكبسة السعودي. طبعا كان اولادي عايزين ان انا احط زبيب وكده، بس انا ما حبيتش احط، لاني ما كنتش فاضيه يعني يعني كانوا عايزين مكسرات وكده، قلت لهم لا، بصراحة مش فاضية ان انا اقعد احمر وكده، هو مش هياخد وقت، بس برضو قلت لا. خلاص ناكلها النهاردة كده ارديحي وهي طبعا مش ارديحي، ما هو فيه فراخ يعني خلاص. بس فخلصت كده يعني، بصوا كده ابقى خلصت الكبسة خالص، معيش غير ان انا ايه اوضب البيت مثلا، وهعمل اللي هو الحاجة الزيادة النهاردة. الزيادة قلنا ايه، هعمل الادراج مش هتاخد وقت يعني كتير. على فكرة انتي بس ابتدي، وانتي هتعرفي ان انتي مش هتاخدي وقت في اي حاجة. بس انا انصحك لو انتي معاكي اطفال ما تضغطيش نفسك زي كده، يعني اعملي شوية شوية، عشان ما تضغطيش نفسك وتقولي لا انا لازم. وعلى فكرة ممكن ما تعمليش، يعني انتي ممكن تفضلي تقولي انا عايزة اعمل المطبخ كله، عايزة اعمل المطبخ كله، في الاخر ما تعمليش. لا، انتي اعملي حاجة حاجة، وخدي حاجة حاجة كل يوم كده، عشان بحيث ما تضغطيش على نفسك. وفي نفس الوقت احنا لسه، حتى لو فضلت حاجة من الحاجات ما عملناهاش، فاحنا معانا رمضان هيبقى سهلة معانا برضو، فاهمين؟ والحاجة ما بتخلصش على فكرة، يعني التوضيب والتنظيف ده مش بيخلص. فما تضغطوش على نفسكم، ما تشيلوش كده. في ناس بتبقى شايلة هم كده، بتبقى اللي هو لا لازم ومش عارفة ايه. طب ليه؟ احنا كمان في مسؤوليات تانية علينا، يعني في اول حاجة، اول مسؤولية هي نفسك، يعني ان انتي تبقي مرتاحة نفسيا. في ناس ما بترتاحش ايوه غير لما بيكون البيت موضب وكده، بس التوضيب ده مش بيخلص، فلازم تاخدي الحاجة واحدة واحدة. فانا قلت خلاص انا هعمل كل يوم حاجة، وحتى لو ما خلصتش قبل رمضان فعادي معايا رمضان كله، فالموضوع اساسا مرتاح، انتي مرتاحة نفسيا في وقت طويل. ومفيش حاجة تخليكي تضغطي نفسك او تشيلي هم حاجة او لا لا لا، الامور بسيطة جدا. طبعا ايه عملت انا؟ جبت العلبة دي، وزي ما قلت لكم انا الحاجات اللي ملهاش لازمة رميتها في الارض يعني كانوا الاطفال بيلعبوا بيها فسبتها لهم يلعبوا بيها، رميتها في الارض. وقلت الحاجات اللي انا مش بستخدمها معلش دي، الهزازان ده كله من ايلا،
كله ده أيلة والله. باحاول إن أنا أحذف الحاجات دي بس للأسف يعني بتبقى حاجات مهمة. يعني أنا كنت عايزة أوريكم أنا باشيل إيه. أولًا غطيان مهمة، يعني اللي هي الكوبايات وكده بتاعتهم، وكمان اللي هي برطمانات بابقى أوقات كتير البرطمان مثلًا الحاجات بتاعته بتصدّي، فباخلّي شوية برطمانات. في عندي كتير، لقيت عندي كتير فخلّيت شوية من كل حجم ورميت شوية برضه. فالحاجات المهمة اللي أنا هاستخدمها خلّيتها في الدرج الأولاني، والحاجات اللي هي باستخدمها كل فين وفين خلّيتها في الدرج التاني. وطبعًا كل واحد فينا يعني بيبقى عارف إيه اللي هيستخدمه وإيه اللي مش بيستخدمه. المعالق كتير برضه شِلتها، كل ده هاشيله فوق، قُلت فوق الدولاب أو هاشوف فوق يعني المطبخ، أو هاشوف هاشيله فين يعني. هنا بقى إيه، قُلت خلاص أنا عرفت إيه أنا هاخد إيه، أرتّبهم. طبعًا دي الحاجات دي يعني يعتبر ما بتترتّبش أوي، بس على قد ما باقدر كده باحاول إن أنا أخلّي مثلًا الإيدين من ناحية واحدة بحيث تبقى مترتّبة شوية. حاولت أطلّع السكاكين لإني آيلا ولولي على طول بيلعبوا في الدرج ده فوق، وبكده أبقى خلّيت الحاجات بس اللي هي باستخدمها كل فين وفين في الدرج التاني، والحاجات الأكيتي في الدرج الأولاني. ولو عندِك معالق كتير أو كده خلّيه على قد ما أنتِ هتستخدمي، عشان الدنيا ما تبقاش زحمة وأنتِ ما تتعبيش نفسيًا من المواضيع دي. وشوفوا الحاجات اللي أنا بارميها في الأرض دي مش عايزاها، فقُلت لهم العبوا بيها بقى لغاية ما أنا إيه أخلّص. لإن هُم بيحبوا يلعبوا بالحاجات دي للأسف، فبيعملوا لي دايمًا زحمة. يعني دايمًا الدرج ده مفتوح، شايفين طبعًا قد إيه هو الدرج مليان حاجات ما لهاش لازمة. شوفوا اللي هي البيبرونات دي برضه أنا هارميها خلاص، فكمان عملت لكم فيديو كده قصير كده للماميهات اللي هي لسه جديدة، أو اللي هي لسه هتبقى جديدة يعني حامل وكده. قُلت عشان أفيدكم لإن طبعًا الحاجات دي مهمة، بس ما أعتقدش إن هو ممكن يكون حد اتكلم عنها قبل كده، أو في مثلًا وأنا ما خدتش بالي، بس قُلت لازم أقول لكم عليها. والله فيديو ضروري جدًا إنكم تسمعوه. أنا لسه مش عارفة أنزّله فيديو والّا أنزّله shorts، فمش عارفة بصراحة، لسه هابقى أشوف ويعني أنتم أكيد هيوصل لكم. ولو ما كنتيش اشتركتِ لغاية دلوقتي اشتركي في القناة، ولو ما عملتيش لايك اعملي لايك عشان ده بيرفع الفيديو. يعني أنتِ مش هيخسّرِك حاجة اللايك، بس بالعكس هتبقي بتساعديني إن الفيديو بتاعي يوصل لأكبر عدد ممكن. هنا بقى بُصّوا الحاجات دي بتاعة المقابض، المفروض إن جوزي يصلّحها وكده وما صلّحهاش، برضه شِلتها قُلت ما لهاش لازمة حاليًا إن أنا أخلّيها في الدرج عشان ممكن تأذي أولادي وكده، فشِلتها لغاية ما ربنا يهدي جوزي كده ويعملها لي يا رب إن شاء الله. طبعًا أنتم عارفين أساسًا هو المطبخ كلّه عايز له عَمرة من الأول، ف فواحدة واحدة إن شاء الله كل حاجة هتيجي بسهولة. آمم هنا بقى كنت باوزّع الحاجة وباشوف اللي هو اللي أنا عاوزاه واللي ضروري والحاجة اللي أنا ممكن أرميها، يعني هنا لإن العلبة دي برضه باحطها في آخر درج. باقول برضه إن أنا بابقى محتاجة حاجات ضرورية، فخلّيت اللي هو الضروري في آخر درج، واللي مش محتاجاه خالص هاشيله فوق إيه، فوق الدولاب أو هاشوف له مكان تاني يعني. في حاجات اللي حطيتها في الدرج التاني ده التالت قصدي، دي عبارة عن إيه، عن غطيان. يعني مثلًا بابقى عاملة لبن وما بيشربوش اللبن، باحب إن أنا أغطيه بغطا، الغطا ده اللي هو الزغنطوطي ده. ما أنا مش هاجيب غطا حلة واحطه على طبق على كوباية مثلًا فاهمين، أو على طبق اللي هو الزغنطوطي ده بتاع الأطفال. فأنا باخلّي برضه غطيان للغطا لو أنا عاملة أكل وما كمّلوش الأكل، أو بعد ما عملت لهم ناموا مثلًا. ده بيحصل كتير طبعًا، بيحصل كتير أوي، أوي، أوي يعني. بس فهنا بقى الكوبايات دي ضرورية، ضرورية جدًا. لو أنتِ عندِك بيبي لازم تجيبي الكوباية دي اللي هي فيها شفاط. ليه؟ لإن أنتِ بتشرّبيه مَيّة، بتشرّبيه عصير، الحاجات دي كلّها محتاجة اللي هي الكوبايات اللي هي بشفاطات دي. عارفين الكوباية الخضرا دي بقى لها من ساعة محمد أشرف، حلوة جدًا ومش لاقية زيّها طبعًا. يعني ما فيش، حتى اللي بيطلع بيبقى بلاستيك مش كويس. فأنا أنصحِك إنِّك أول ما تلاقي بس كده، بُصّوا حطينا الغدا كده وأكلنا. فأنا بانصحِك أول ما تلاقي كده كوبايات زي كده نضيفة وبشفاط اشتريها وخلّيها عندِك، مش هتخسّر أبدًا. هنا آيلا بُصّوا هي أساسًا العروسة قدّها وعمّالة تهشتك فيها وترقّصها معاها مش عارفة إزاي.
ما شاء الله عليها عسولة أوي، لمّا بتيجي تلعب كده مع نفسها بتعجبني أوي. هنا بقى إيه، دخلت على طول على الصالة. طبعًا إحنا اشترينا هدوم اللي هي تخفيضات الموسم وكده. بصراحة ما لقيتش حاجة حلوة يعني كتير، بالعكس لقيت يعني حاجات مش كويسة، الخامات مش كويسة خالص وغالية. بس اشتريت يعني. المهم الأكياس دي حطيتها اللي هي تحت المرتبة تحت الأنتريه، دي أكياس الهدوم الجديدة، يعني هتخلص ما تخافوش، أنا باحطها هنا وباسحبها شوية شوية كل ما آجي آخد كيس. للأسف التخفيضات مش كويسة خالص السنة دي يعني. أنا متعودة إن أنا أشتري في التخفيضات بحيث إن هو بيبقى نُص التمن، بس تحسّوا إن هو مش نُص التمن، يعني هُم بيقولوا المحلات بيقولوا لأ دي نُص التمن على فكرة، دي كانت ب500 كانت ب600. قُلت لهم أنا ما أعرفش، أنا ما اشتريتش يعني أول الموسم، أنا متعودة دايمًا إن أنا أشتري آخر الموسم، بحيث إن هي حاجات بتبقى حلوة ورخيصة في نفس الوقت. مش بتبقى غالية زي ما بيستغلّوا الواحد أول الموسم وكده. فاشتريت يعني هاورّيكم إن شاء الله بإذن الله اللي اشتريته. كمان لإني كنت عايزة أورّيها لكم، لإن كمان صاحبتي قالت لي صوّري لي وكده. أنا صوّرت لها شوية وما صوّرتلهاش الباقي، لإني ما كنتش فاضية يعني. فقُلت خلاص أنا كده هاعمل فيديو وأبقى أصوّر لها الهدوم وكده، وهي تشوف من خلال الفيديو ده يعني. هي كانت عايزة تقارن يعني ما بين الهدوم اللي في الأقصر وفي قنا. فأنا كنت فاهمة إن يعني الأقصر أحسن أو كده. طلع إنه يعني على حسب هو طبعًا، بس طلع إن هو الاتنين واحد يعني حتى الخامات مش اللي هي، والتخفيضات مش اللي هي للأسف يعني. إحنا طبعًا هنا عشان الشحن وكده بيستغلّونا شوية في حكاية الأسعار بتبقى مهولة يعني. يعني هو مش استغلال بس هو over يعني يعني أنا حتى طلبت حاجة online، الشحن عايز 100 يعني 100 جنيه. طيب لمّا أنت تاخد شحن 100 جنيه، أُمّال أُمّال باقي الحاجة باقي البضاعة نفسها هتبقى بكام؟ فطبعًا لإن البنزين غالي والحاجة غليت، فطبعًا الواحد مش عارف يعمل إيه. فهُم برضه عندهم عُذر اللي هُم المحلات. فربنا يتولى أمورنا بقى بصراحة، ربنا يتولى أمورنا. المهم هنا بقى كنست المطبخ وكنست الصالة هنا، كان اليوم ده كان المَيّة قاطعة. فهو ده حالي لمّا يكون المَيّة قاطعة، باكنس وبس، بس باحاول إن أنا أكنس كل حاجة بحيث إن أنا تاني يوم حتى لو عايزة أمسح. طبعًا أنا عارفة إن الشرشوبة الجديدة اللي أنا جبتها أو المساحة الجديدة حلوة جدًا، يعني هي مش بتبقى مستاهلة أصلًا إن أنا أمسح، هي بيبقى مسيح وفي نفس الوقت مش باعُك بمَيّة أو بجردل عشان أطفالي وكده، لإن بيقعدوا يلعبوا في المَيّة، شوية بيدلقوا مَيّة، شوية بيغرقوا نفسهم. فكانت حلوة بالنسبة لي، بس لإن المَيّة قاطعة فاضطريت إن أنا أكنس بس، وكده أكون خلّصت الصالة أهو. وكمان هادخل على طول، بُصّوا كان يوم حلو يعني. أنا باحب اليوم اللي هو بانجز فيه حاجات كتير. طبعًا الحاجات دي كلّها لازم في يومنا الطبيعي إن إحنا نروّق البيت كلّه، نعمل الغدا، نغسل المواعين. أنا ما غسلتش معاكم المواعين، بس الفقرة دي أنا عارفة إن في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، فعشان كده أوقات باغسل معاكم المواعين وأوقات لأ. هنا بقى روّقت أوضة الأطفال. كنت مغيّرة المفرش ده قبل ما ننام، يعني أنا كنت مغيّراه بس ما صوّرتش لإني غيّرته قبل ما ننام. طبعًا أنا باحب دايمًا إن أنا أنيّم أولادي على يعني ملايات نضيفة، دي حاجة معروفة يعني. حتى لمّا باروح عند ماما باقوم مغيّرة الملايات، يعني أغيّر كل الملايات اللي هي كنا هننام عليها، أو مثلًا بافرش لهم ملاية جديدة. بحيث إن هو حتى لو طفل نزل من على المخدة ونام على الملاية، عينيه ما توجعهوش مثلًا من التراب والرجلين والكلام ده. فأنا باحب دايمًا إن أنا أغيّر الملايات قبل ما أنام، وأغيّر لهم هدومهم كمان. يعني أنا ممكن أخلّيهم طول اليوم بهدوم واحدة مثلًا، يعني أول ما نصحى ألبّسهم هدوم ويوسخوها مثلًا يقعدوا بيها، يطلعوا بقى برّه الشقة يلعبوا، ياكلوا بقى وأنتم عارفين السِن اللي هو من سَنة ونُص لغاية 3 سنين ده يعني عمرهم ما بينضفوا، ما بينضفوش أساسًا.
باسيبهم وآجي آخر الليل لازم أغيّر لهم هدومهم وكده، عشان عينيهم وعشان كمان الملايات اللي أنا فرشاها جديد أو فرشاها نضيف ما تتوسخش من هدومهم اللي هي مش نضيفة. وأهو كده خلّصنا أوضة الأطفال، وأنتم لو لاحظتوا هتلاقوا يعني هُم كانوا في أول الفيديو لإن كان الصبح خالص كان بطقم، غيّرت لهم الطقم، دول بقى الطقم اللي هيقعدوا بيه لآخر الليل خالص، ياكلوا بقى، يوسّخوا نَفْسهم، ياكلوا حلويات، عصير، أي حاجة قبل ما يناموا أغيّر لهم بقى هدومهم وهكذا. المهم ده طبعًا مش حاجة كل يوم، لإن هُم ممكن يغيّروا في اليوم أكتر من مرّة، يعني أنا عندي لولي دي ما بترضاش أساسًا إن أنا أمشط لها شعرها ولا إن أنا ألبّسها. وآيلا دلوقتي اتعلمت زيها، يعني آيلا بقت تعمل زيها دلوقتي. هنا بقى غيّرت أوضة النوم، غيّرت الملاية الكوفرتة وفرشت ملاية لإن الجو حَر عندنا بصراحة، الدنيا عندنا عشان صعيد طبعًا إحنا الصعيد أساسًا ما عندناش شتا، فالجو بيبقى حَر جدًا، فمش مستحملة أنا احتمال أساسًا أشيل الدفايات أساسًا. إحنا الحمد لله الصعيد يعني مش شتا أوي يعني. هنا بقى قُلت مش مستاهلة بصراحة إن أنا يعني الأوضة دي نضيفة وكده، فكنست بالجاروف زي كده أهو، الكنيس ده حلو جدًا، يعني بتاخدي بالِك من كل حاجة ممكن تكون موجودة في الأرض، وبكده أبقى خلّصت معاكم الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك يا جماعة، وأشوفكم على خير.